القصة بتبدأ سنة 1900 مع عيلة مرسي سليمان، واللي كان عايش مع أسرته البسيطة في منطقة الجزيرة في حي الدقي، في بيت بسيط مفهوش أي مظهر من مظاهر الطرف أو البذخ. وكان مرسي عنده بنت اسمها زينب عندها 18 سنة، وعنده ابن أكبر اسمه أحمد واللي كان عنده 30 سنة وبيشتغل في فرن في حي بولاق. وكان أحمد هو اللي بيصرف على أسرته بعد ما شاب والده وما بقاش قادر على الشغل، وكان كل مرتب أحمد بيروح لمصاريف أخته الصغيرة وبيته. لكن الحياة البائسة اللي أسرة مرسي عايشينها ما كانتش مناسبة لزينب البنت الصغيرة، واللي كانت في مقتبل عمرها ومليانة بروح الشباب المغامر، فكانت بتستغل كل فرصة عشان تخرج من البيت من غير سبب واضح. وكانت بتستغل كمان والدتها ووالدها الكبار في السن، واللي ما كانوش قادرين يركزوا معاها ولا يهتموا بمتطلباتها. وعدت الأيام وزينب بتخرج من البيت بعد خروج اخوها الكبير، واللي هي عارفة انه لو شافها هيمنعها لحد ما تتجوز. لكن زينب كانت رافضة الحياة الزوجية المليانة مسؤولية وتعب، وكان بالنسبة لها كفاية عليها خدمة والدها ووالدتها العواجيز واهتمامها بأكلهم وصحتهم. وفي يوم ورا التاني وزينب بتدور على متعة جديدة تقضي فيها وقتها، فكانت بتتمشى على الكورنيش وتروح مسافات بعيدة عن بيتها، وكانت بتتعرف كل يوم على شاب مختلف واللي بيستغل وحدتها وهيئتها اللي بتدل انها منفتحة على كل عابر سبيل. وعدت الايام وزينب بتتسلى لحد ما في يوم قابلت واحد من جيرانها في نفس الشارع، ونظرة في إعجاب لحد ما تقابلوا بره منطقتهم. وأعجبت زينب لأول مرة بالشاب جارها واللي كان اسمه سعيد وأكبر منها ب10 سنين. وعدت الأيام واستمرت العلاقة بين زينب وسعيد تكبر يوم عن يوم، لحد ما وقعت زينب في حب سعيد، واللي ظهر عليه إنه نجح في خطته إنه يوقع بنت ساذجة زي زينب في حبه ويخليها تعمل له كل اللي هو عايزه. لحد ما بدأت الشائعات تتكلم عن العلاقة اللي بين زينب بنت مرسي وبين سعيد جارهم، ووصلت لمسامع أحمد. فبدأ أحمد يرتاب في سلوك أخته ويتخانق معاها بسبب خروجها من البيت، وطلب من والده ووالدته ما يسمحولهاش بالخروج غير للضرورة، ولو اتأخرت يبلغوه. وعدت فترة بدأت زينب تقابل فيها سعيد دقايق قليلة بسبب خوفها من أخوها، لحد ما فكرت في طريقة تخليهم يشوفوا بعض. وأخيرا قررت تقابله في أوضتها، واتفقت مع انها تخلي والدها ووالدتها يناموا في غرفتهم، وطمنته انهم مستحيل يتكشفوا. وافق سعيد واتفق مع زينب على ميعاد يتقابلوا فيه، واللي هيكون بعد خروج اخوها لشغله واثناء نوم والدها ووالدتها. وتمت المقابله ودخل سعيد غرفه زينب، وبعد ما اتكلموا بدأ سعيد يقرب من زينب، واللي رفضت انها تدخل معاه في علاقه، لكن منعها الخوف انها تعلي صوتها او انها تحاول تبعده، احسن والدها ووالدتها يسمعوها او حد من الجيران يحس بحاجه. وسلمت زينب نفسها لسعيد، وبعدها قدر سعيد يهرب من الغرفه اثناء ما زينب قاعده وبتحاول تستوعب اللي حصل. واتقفل باب الشقه، وكانت دي اخر مره تشوف زينب فيها سعيد. سمع والد ووالدة زينب باب الشقه وهو بيتقفل فنادوا عليها، لكن زينب كانت في حالة مش طبيعية وبين عليها التوتر والارتباك، فقالت لهم انهم اكيد بيتهيأ لهم وانها قاعدة من ساعتها في البيت. استغرب والدها ووالدتها حالها لكن ما اهتموش. وعدت الايام وزينب بتنزل في المرات القليلة اللي بتنزلهم عشان تشوف سعيد، لكن في كل مرة مش بتلاقيه موجود. واتصدمت زينب ودخلت في حالة اكتئاب بعد ما حست انها اتخدعت في الشخص الوحيد اللي حبته. وعدى شهر وزينب على نفس الحال، لحد ما فجأة بدأت تحس بأعراض غريبة شكت منها انها حامل، فقررت تروح بنفسها لداية من اللي عرفتهم اثناء تمشيتها لوحدها، وسألتها عن الأعراض اللي بتحصل للحوامل. ومن هنا اتأكدت زينب انها حامل، فقررت انها تعمل المستحيل عشان توصل لسعيد عشان ينفذ وعده معاه ويتجوزها. لكن كانت كل ما تسأل عليه تلاقي الناس بتبص لها باشمئزاز واستحقار، وفهمت انهم عارفين اللي حصل بينها وبين سعيد، وده معناه ان سعيد فضحها في المنطقة كلها. فانهارت زينب ورجعت بسرعة لبيتها وهي مش عارفة المفروض تعمل ايه، لحد ما فجأة لقيت الباب بيخبط عليها، فجريت بسرعة عشان تفتحه ولقت قدامها سعيد واللي بيطلب منها تجيله الساعة 5 في بيته. فرحت زينب وحست انها ظلمت سعيد، وقعدت مستنيه الساعة 5 تيجي بفارغ الصبر. وراحت زينب لسعيد في بيته وهي متخفية في لبسها عشان محدش ياخد باله منها. وفي بيت سعيد حكت له زينب عن أعراض الحمل اللي ظهرت عليها، فغرقها سعيد بتمنيات الحب والغرام، ووعدها انهم يتجوزوا في خلال شهر واحد بس، لكنها لازم تجيله كل يوم عشان يتعرفوا اكتر على بعض في البيت. وافقت زينب وهي سعيدة، وكان ده الامل الوحيد اللي بتتمسك بيه. واستمرت في مقابلتها لسعيد، وكان وقتها بيرجع احمد البيت الساعة 10 بالليل. لكن في يوم رجع احمد بدري عن ميعاده، واول ما دخل البيت سأل عن اخته زينب، لكن عرف من والده انها خرجت من الساعة 5 وما رجعتش لحد دلوقتي.
حس أحمد بنار الحمية وخرج بسرعة عشان يدور على أخته في كل مكان، لكن من غير فايدة. وتعب أحمد من كتر المشي ورجع لبيته. وبعد شوية رجعت زينب البيت واتفاجئت بأخوها وهو قاعد مستنيها، وانهال أحمد على أخته بالضرب المبرح لحد ما صرخت زينب وهي بتقول إنها حامل. فانهار أحمد أكتر واستمر في ضربه لحد ما اتجمع الجيران عشان يحوشوها عنه. وعرف سعيد اللي حصل فهرب بسرعة من المنطقة وقرر ما يرجعش تاني. وبعد تدخل الجيران قدروا يهدوا أحمد على أخته زينب بعد ما قالت له إنها بتكذب عليه وإنها مش حامل ولا حاجة. فقرر أحمد إن زينب ما تخرجش أبدا من البيت حتى لو على موتها هي أو والده ووالدته، واتفق مع الجيران إن لو أبوهم واحتاجوا حاجة ينادوا على حد فيهم. وعرفت زينب إن مفيش سبيل من الفرار وإنها هتموت، فقررت تحبس نفسها في غرفتها عشان محدش من أهلها يلاحظ حملها. حاولت زينب بكل الطرق إنها تجهض نفسها لكن من غير فايدة، وبدأت بطن زينب تكبر يوم عن يوم وهي بتتجنب إنها تخرج قدام والدها ووالدتها، وبتتحجج إنها حزينة بسبب أخوها. واستمرت زينب في مداريتها لحملها باللبس الواسع لحد ما حست بقرب ميعاد الولادة. فقررت إنها تاخد كل الفلوس اللي في البيت وتهرب بيها عشان تولد وتبعد عن نهايتها اللي هتكون على إيد أخوها. وفعلا هربت زينب وراحت عند داية في منطقة السيدة زينب عشان تولدها، وخلفت زينب بنت جميلة قررت إنها تسميها سيدة. وبعدها خدت زينب بنتها على كتفها واتمشت في الشوارع وهي مش عارفة مصيرها هيكون إيه. في الوقت ده كان أحمد بيدور عليها في كل مكان والغضب مليه لحد ما عثر عليها واحد من صحابه ودله على مكانها وصرحه إن معاها طفلة رضيعة وواضح إنها بنتها. وهنا انهار أحمد على عرضه وشرفه اللي اتلوث وما كانش قدامه طريقة عشان يغسل بيها عاره غير القتل. فأخد البلطة وفضل ماشي بيها وهو في طريق لأخته لحد ما وصل للغرفة اللي مأجراها. وأول ما زينب فتحت الباب رفع أحمد إيده بالبلطة وانهار على زينب بالضرب لحد ما شقلها راسها، وسقطت زينب جثة هامدة على الأرض. فدخل أحمد وشال الطفلة الصغيرة على إيد وفي الإيد التانية السلاح اللي قتل بيه أمها. وفضل أحمد ماشي لحد ما وصل لنقطة بوليس الكوبري الأعمى وتحديدا الساعة 2 بعد الظهر. ودخل أحمد القسم وهو مضطرب وهدومه مليانة دم وشال على إيده طفلة بتعيط. وفجأة وقف قدام الشرطي وهو بيحاول يمسك أعصابه وقال أنا قتلت أختي زينب وجاي أسلم نفسي. فاتقبض على أحمد مرسي واتاخدت الطفلة لجدها وجدتها، لكن نظرا لكبر سنهم ورفض أي حد تاني من أطفال الأسرة إنه يتبناها دخلت الطفلة دار للأيتام واتسمت على الاسم اللي اتعرف من سكان البيت اللي كانت زينب عايشة فيه هو اسم سيدة، وأصبح اسمها سيدة محمود محمد. وعدت الأيام ومن حسن حظ السيدة إنها لقت عيلة تربيها وهي عيلة دمير، وكان عندهم طفل واحد بس اسمه فؤاد. لكن بعد ولادته عرفت الأم إنها مش تقدر تنجب تاني، فقررت إنها تربي طفلة من دار أيتام. وعاشت سيدة حياة سعيدة مع عيلتها الجديدة، وتوطدت العلاقة بينها وبين فؤاد واللي كان بيعتبرها أخته بيحبها جدا. وعدت الأيام وكبرت سيدة لحد ما بقى عندها 15 سنة. وفي يوم من الأيام وأثناء ما هي بتشتري دقيق من شارع النيل قابلت في المحل شاب وسيم اسمه محمد عفيفي واللي كان في 30 من عمره. أعجب محمد بجمال سيدة ورقتها وقرر إنه يسأل عليها لحد ما عرف إنها من عيلة دمير واللي تعتبر عيلة متوسطة بعكس عيلة عفيفي. لكن محمد رفض يبص بنفس نظرة أهله والمجتمع وبدأ يراقب سيدة ويستناها تجيله المحل. وحسب الخبر اتوطدت العلاقة بينهم وانقلب لغرام لحد ما بدأ كل واحد منهم يفكر في الزواج منعا للقيل والقال. لكن عيلة عفيفي كان ليها شأن ومقام في المنطقة وكانت بتتمنى تختار لابنها بنت من نفس مستواهم يكون لعيلتها هي كمان شأن ومقام. وهنا حس عفيفي بخطورة الموقف لكن قرر يواجهه أيا كان التمن وفتح أهله في موضوع الزواج من سيدة، لكنهم صاروا فيه واعتبروا قراره بالزواج عقوق ليهم واستهتار بكرامتهم كلهم وحاولوا ينصحوه عشان يعدل من الفكرة. لكن كان محمد مصمم على الزواج من سيدة ورفض يتجوز من أي بنت تانية غير سيدة، فاضطر أهله إنهم يوافقوا على رغبته مكروهين. واتزف محمد عفيفي وسيدة البنت اللي اختارها شريكة لحياته وحس وقتها إنه أسعد إنسان في الكون. لكن في يوم الجواز اكتشفت عيلة عفيفي إن اسم سيدة مختلف عن اسم والدها ووالدتها وأخوها، فاضطرت عيلة سيدة إنها تعترف إنها طفلة يتيمة ربوها من صغرها واعتبروها واحدة منهم. ورفضت عيلة عفيفي تتم الزواج وكانت بالنسبة لهم حجة قوية. لكن فضل محمد مصمم حتى بعد ما عرف إن زوجته المستقبلية يتيمة وكانت في الأصل في دار الأيتام، وتمت الجوازة على الرغم من عيلة عفيفي كلها. وبعد الجواز فضلت عيلة عفيفي تفكر ازاي يقدروا يطلقوا ابنهم العزيز من بنت الشوارع، وبدأوا يسألوا أكتر عن أصلها لحد ما قدروا بعلاقاتهم يعرفوا إنها طفلة غير شرعية
وإن الحكومة هي اللي مسمياها، وإن السيدة ما تعرفش حتى مين أبوها. وعلى الرغم من إنهم عرفوا إن السيدة وقت موت والدتها كانت طفلة رضيعة، إلا إنهم اتحججوا إن الأم الفاسدة هتخلف بنت زيها. وحكوا لمحمد عفيفي عن اللي عرفوه عن زوجته، واتصدم محمد لوهلة، لكن كان عارف إن أهله عايزينه يبعد عن زوجته، ففضل يعند أكتر معاهم ويتمسك بزواجه السعيد. وعدت الأيام ومحمد والسيدة عايشين أسعد أيام حياتهم، لحد ما في يوم وقعت من الزوجة هفوة بسيطة، فوقفت لها عيلة عفيفي كلها، وبدأوا يسمموا محمد بأفكارهم عشان يملوا قلبه بالحقد والكراهية ناحية زوجته، وبدأوا يعدوا له مساوئها من أول عيلتها لحد الغلطة البسيطة اللي عملتها. لكن محمد كان بيقابل اللي بيحصل من عيلته بكل حلم وصبر، وهو بيحاول يتمسك بزوجته على قد ما يقدر. وعدت فترة لحد ما جه الخبر اللي محى كل الأفكار السيئة في عقل محمد، وهو خبر حمل السيدة. وكان محمد عفيفي في قمة سعادته بزوجته، وده اللي خلى عيلته تزيد حقد وكراهية أكتر على السيدة، وإن ابنها هيشيل اسمهم وهو من نسل أم بنت حرام. وعدت الشهور وأنجبت السيدة طفلها الأول، وتعهدت مع محمد إنهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يعتنوا بطفلهم ويحافظوا عليه. لكن استمر الشقاق بين أهل الزوج وزوجته، واللي دفعها إنها تحكي لأهلها اللي عيلة عفيفي بتعمله فيها، وتحولت الخناقة لنزاع بين الأسرتين، وساءت حياة الزوجين ودب الشقاق بينهم لدرجة إنهم اتشائموا واتضربوا ونسيوا الطفل اللي ما بينهم. وشاف محمد عفيفي الحال اللي وصل له مع زوجته والمتاعب اللي بقى فيها، وهو كان في غنى عنها لو كان سمع بنصيحة أهله، وقرر أخيرا يطلق سيدة. وفعلا تم الطلاق بينهم، لكن حاول بعض المصلحين انهم يرجعوا العلاقة بينهم من تاني، وخصوصا ان في طفل صغير. واتنصح محمد عفيفي انه يبعد عن عيلته وياخد زوجته البيت تاني، ووافق محمد ورجع زوجته وعاشوا سوا في منطقة الغورية. وبدأت الحياة ترجع بينهم زي سابق عهدها، وتربى الطفل الصغير بين والده ووالدته. لكن استمرت عيلة عفيفي في محاولة زرع الأفكار الشريرة في عقل محمد، ووصلت بيهم للطعن في شرف سيدة والشك ان الطفل مش منه وزي ما امها عملت. ولكن بعدهم عنه كان سبب انهم ما يقدروش يأثروا عليه نفس التأثير. وكانت والدة محمد من اكبر المعارضين للزواج، وخصوصا بعد ما عرفت ان السيدة بنت حرام، وما كانتش عارفة توري وشها للناس ولا قادرة تسلم من لسانهم. ففكرت في خطة شريرة تدمر بيها حياة ابنها الزوجية، وطلبت من ابنها التاني محمود يروح يزور اخوه لانها عايزة تديله حلويات عاملاها بايديها، وطلبت منه يرمي الجواب اللي كتبته بايديها في الزبالة، ويطلب من سيدة تيجي تزورها في البيت تاني يوم. وافق محمود وراح لاخوه وهو عارف نوايا والدته وموافق عليها، وده بسبب الضرر اللي تعرض له هو كمان من الزواج، ما بين غضب اهله وما بين كلام العمال عليه في المحل. ووصل محمود لبيت اخوه ونفذ وصية والدته بالظبط، واكد على سيدة تيجي تزور والدته تاني يوم. وفي تاني يوم عملت سيدة هي كمان حلويات، وسابت طفلها الصغير عند جارتها، وقررت تزور حماتها زي ما طلبت منها. وفي طريقها وتحديدا في شارع الأزهر وقفتها بنت في 20 من عمرها وسألتها عن مكان مسجد الحسين، فدلتها السيدة بكل براءة على المكان واتمشت معاه شوية، لحد ما فجأة قابلتهم ست تانية تعرف الست الأولى، واتمشوا سوا هما التلاتة. وحسب الخبر طلعت الست التانية منديل بريحة عطرية، وفضلت تشكر في الريحة وتشم فيها لحد ما عرضتها على السيدة عشان تقولها رأيها فيها. أعجبت السيدة بالريحة وفضلت تشم المنديل لحد ما فجأة مسكوها الاتنين وضغطوا المنديل على مناخيرها لحد ما الريحة دخلت خياشمها، وداخت سيدة وما حستش بنفسها غير وهي مغمى عليها. في الوقت ده كان محمد عفيفي في بيت أهله مستني وصول سيدة، لكن سيدة اتأخرت عن ميعادها وقت طويل لحد ما بدأ القلق والتوتر يصيب محمد. وهنا استغلت والدته الفرصة وبدأت تسم عقله بأفكار خيانة زوجته ليه، لكن محمد رفض يصدقها وقرر يرجع البيت يطمن عليها. رجع محمد البيت لكن اتفاجئ ان السيدة برضه مش موجودة، وفجأة لاحظ وجود جواب متقطع ومرمي في صندوق الزبالة. استغرب محمد وخصوصا ان السيدة ما بتعرفش تقرا، فحاول يبص على الجواب ومن كلماته فهم انها رسالة حب. استغرب محمد ونزل يدور على سيدة في كل مكان لكن من غير فايدة. في الوقت ده فاقت سيدة ولقت نفسها قاعدة على الرصيف مسروق منها عقد دهب فيه فصوص من الزمرد، وفهمت سيدة انها تعرضت للسرقة، لكنها حمدت ربها ان ما حصلاش اكتر من كده ورجعت بسرعة البيت. وهناك اول ما شافت محمد حكت له اللي حصل معاها، لكن كان محمد في حالة من الغضب والتوتر بسبب كلام والدته، وبدأ يتهمها بخيانته وسلمها الطفل وقرر يطلقها ويطردها كمان من البيت. اتصدمت سيدة من طريقة زوجها واللي أول مرة يعمل كده، وخرجت من البيت وهي مذلولة وحاسة بالإهانة وسط نظرات الجيران. ورجعت سيدة لبيت أهلها وحكت لهم كل اللي حصل معاها، فتعصب أخوها فؤاد ووعدها إنه مش هيسيب حقها. وبعد الطلاق
قررت سيدة ترفع دعوى شرعية تطالب فيها محمد عفيفي بنفقتها هي وابنها، وحكمت لها المحكمة بمبلغ معين يدفعه الزوج كل شهر. لكن محمد رفض انه يدفع وقرر ينغص عليها عيشتها وما يدفعلهاش المبلغ اللي المحكمة قررته، واتجمدت عليه النفقة. وفضلت سيدة تحاول معاه لكن من غير فايدة، فقررت ترفع دعوى تانية، وبسببها طلبت المحكمة محمد عفيفي بالدفع أو السجن. لكن فضل محمد مصمم على عناده ورفض يدفع النفقة واتسجن لمدة شهرين. وكان كل مرة يخرج فيها من السجن وتطلب منه سيدة يدفع لها النفقة والحضانة يرفض، فتشتكيه فيدخل السجن تاني. وكان في كل مرة يعند أكتر من المرة اللي قبلها، لحد ما قرر إنه يشهد ضدها في المحكمة على إنها تملك بيت وما تستحقش النفقة. لكن المحكمة ما صدقتش شهادة الشهود وحكمت للزوجة مرة تانية. وفي وسط قاعة المحكمة رفع محمد عفيفي صوته وهو بيتهم سيدة في شرفها وإن الطفل مش طفله. وهنا اتعصب فؤاد أخو سيدة وبدأت خناقة كبيرة بينه وبين عفيفي والشهود اللي معاه. لكن قدر الضابط يفض الخناقة وطردهم من المحكمة. فتوعد فؤاد لطريق أخته إنه هينتقم منه أشد انتقام. ورجع فؤاد مع أخته البيت، وكانوا هما الاتنين في قمة الحقد والغضب على محمد عفيفي اللي عايز يفضحهم في المحاكم. فقالت له السيدة إنها هتقتله بإيديها الاتنين، لكن فؤاد قال لها إن هو اللي هيقتله. واتفق الاتنين على قتل محمد عفيفي انتقاما من اللي عمله. ومن هنا بدأ فؤاد يراقب محمد عفيفي لحد ما عرف إنه عايش لوحده في مسكن الزوجية واللي المفروض من حق أخته. فقرر إن الشقة دي هتكون هي مسرح الجريمة. وبعد ما عرف مواعيد وجوده في البيت اتسلل في نص الليل ومعاه أخته سيدة، وطلعوا هما الاتنين لبيت محمد. وبعد ما خبطوا على الباب لفترة فتح محمد أخيرا، وكان باين عليه علامات النوم. وفجأة وقبل ما يدرك اللي بيحصل طلع فؤاد ميديا من جيبه وطعنه بيها أكتر من طعنة، فوقع محمد على الأرض جثة. شافت سيدة المشهد فهجمت على عفيفي وهي بتفتكر كل اللي استحملته من أهله ومن إهانتهم ليها ولوالدتها، وكانت عايزة تشفي غليلها منه، فانحنت فوقيه تشرب من دمه. لكن لسوء الحظ سمع الجيران صوت الدوشة واتجمعوا حوالين البيت، واتقفلت كل المخارج قدام سيدة وفؤاد. وبلغ الجيران الشرطة واللي قبضوا عليهم متلبسين بجريمتهم. لكن اعترف فؤاد ان هو القاتل وان السيدة ملهاش علاقة وما كانتش تعرف. فقررت المحكمة الإفراج عن سيدة والحكم على فؤاد بالمؤبد. الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وعمل الفيجوالز إسراء الجندي، ومنتجته مريم فودة. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.